حلقتنا النهاردة هتكون عن صينية بسلة والجزر مع الكفتة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ولو مستعجلة مش هتاخد معاكي ثواني. مقاديرنا عبارة عن لحمة مفرومة، كمان هيكون معانا بصلاية كده مفرومة ناعم خالص، معانا ملح وفلفل، وكمان معانا بهارات لحمة، معانا البسلة والجزر، ومعانا هنا صلصة طماطم. لو مش متوفر عندك صلصة الطماطم يبقى عندنا هنا عصير طماطم، ومعانا بقى بصلايه هنركنها دلوقتي على جنب. اول حاجه بنجيب البصلايه المفرومه ناعم وبحطها على اللحمه المفرومه بتاعتنا. بعد كده هنزل عليها بالملح والفلفل وبهارات اللحمه، وهنا بقى هنبتدي ان احنا نعجنهم عجنه كويسه، وبعد كده بكورها كده كويرات صغيره، وهي كده خلاص بقت جاهزة معنا. دي أول خطوة عملناها. هجيب الطاسة أو الصينية اللي أنا هشتغل فيها على طول، بنزل فيها بمادة دهنية، بنزل ببصلاية بديها كده تشويحة كويسة، وبنزل عليها بالملح والفلفل الأسود لحد ما أحس إن البصلاية دبلت معانا كده خالص. بعد كده هبتدي إن أنا أنزل بالبسلة والجزر، سواء لو كانت هي مفرزة عندك، أو لو انت لسه شاريها كده جاهزة من السوق. هنبتدي بقى كده نديها تشويحة كويسة كده مع البصلاية، كده تطلع النكهات بتاعتها كده مع البسلة والجزر. وبعد كده هبتدي ان انا انزل بصلصة طماطم. دي صلصة انا عاملاها عندي في البيت جاهزة، بتبقى بتسعفني في الاوقات اللي انا مستعجلة فيها. طبعا انت لو مش عندك هتنزلي على طول بشفشق من عصير الطماطم. هتدي هنا تقليبة كويسة، وهنسيب ده كله كده مع بعض لحد ما احس ان الطماطم اتسبكت مع البسلة والجزر. خلاص انا حسيت هنا كده خلاص ان هي بقى كده اتسبكت خالص وبقت كويسه. هبتدي ان انا انزل بالشوربه بتاعتنا. متوفر عندك الشوربه هتقدري ان انت تحطيها، مش متوفر هتقدري ان انت تحطي مكانها ميه سخنه. بعد كده هنزل بكرات اللحمه بالطريقه كده وهي نيه، احنا ما حمرناهاش خالص. وهبتدي كده اسيبهم بقى كده ياخدوا لهم كده غلوتين على النار. حابه في المرحله دي تسويها على عين البوتاجاز وتستوي سوا كامل، وبعد كده تحطيها في الفرن تاخد لون، مفيش مشكله. حابه ان هي تاخد لها كده غلوتين على العالي على عين البوتاجاز وبعد كده تحطيها في الفرن، برضو مفيش مشكله. انا بصراحه كده هسويها على عين البوتاجاز وبعد كده هدخلها الفرن تاخد لون. هجيب بقى حله واحطها على النار، بنزل فيها بماده دهنيه، بنزل الشعريه. ببتدي ان انا احمر الشعريه لحد ما تاخد كده اللون الذهبي الحلو. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالرز بتاعنا المصري. برضو كده بعد ما نزلت بقى بالرز هبتدي ان انا اشوح الرز مع الشعريه تشويحه كده كويسه. هندي رشه من الملح والفلفل الاسود. انا حطيت كده الفلفل، وهحط كمان كده ملح، يعني هتظبطي كده الحيق بتاعك. بعد كده بدي تشويحة كويسة. هنا بقى سواء هنزوده يا إما في شوربة يا إما بمية، في كلتا الحالات لازم تكون الشوربة أو المية يكونوا سخنين معاكي. هنزل فوق مستوى الرز بعقلة صباع، بديه كده تقليبة كويسة خلاص. وهبتدي هغطيه واسيبه على نار عالية لحد ما يبتدي الرز كده هنا الشوربة بتاعتنا تتشرب، والرز بتاعنا يتشرب خالص من الشوربة بتاعته او المية بتاعته. ببتدي اهدي عليه النار كده زي الشمعة واسيبه لحد ما يستوي. كده الرز بتاعنا كده استوى اهو، وهبتدي ان انا اغرفه في طبق التقديم. هروح ابص بقى، انا كده حطيت الصينية في الفرن تاخد بس يا دوبك كده لون. انا سويتها على عين البوتاجاز وهي كده بقت جاهزة معانا. بيتهيألي هي بصراحة ما بتاخدش معاكي ثواني. حابة ما تحطهاش في الفرن على حسب راحتك. دي كانت حلقتنا النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.